الهدية اللي مصر بتقدمها للعالم ده أكبر سرداب مفتوح للتاريخ. تعال أوديك مكان مش على الخريطة، كل حجر فيه بينطق، وكل تمثال حافظ السر للبشر نسيوه. دي بوابة جوه الزمن، المتحف المصري الكبير. مش مجرد حيطان عليها تاريخ، ده التاريخ نفسه واقف بيستناك. المكان على بعد 2 كيلومتر بس من الأهرامات، بيضم أكتر من 160 ألف قطعة أثرية، منها حاجات لسه ما شافهاش بشر قبل كده. جوه مجموعة توت عنخ آمون بالكامل لأول مرة في التاريخ، أكتر من 5000 قطعة، ذهب وعربيات وأقنعة ومجوهرات العالم كله اتجنن بيها. للأسف التاريخ ما سابلناش فرصة للتواضع، لكن الغرابة مش في القطع، الغريب في الإحساس اللي بيجيلك وانت جواه. القاعة الرئيسية فيها تمثال رمسيس الثاني، وزنه 83 طن، واقف في النص كأنه بيحرس المكان، بعينين شايفة حضارات قامت ووقعت ولسه بيبتسم. الدرج العظيم في أكتر من 60 قطعة ضخمة، تماثيل وأعمدة، كل حاجة فيها بتحكي سر من أسرار مصر. ولما تطلع فوق تلاقي نفسك بتبص من نافذة ضخمة على الأهرامات، ضوء الشمس بيدخل فيها كأنه طاقة فرعونية، تنعكس على الجدران وبتخلي الحجر يلمع كأنه لسه خارج من المعبد. في معامل ترميم تعتبر الأحدث في الشرق الأوسط، بتستخدم ليزر دقيق لترميم القطع القديمة من غير ما تلمسها إيد. في قاعات تعليم للأطفال ومراكز بحث، كأن المكان نفسه بيحاول يورث الحضارة للأجيال الجاية. الناس بتقول إن متحف، بس الحقيقة هو مدينة للحضارة، مبني معمول على محور هرم خوفو بدقة هندسية غريبة، كأن الفراعنة نفسهم رسموا المكان قبل آلاف السنين. ولما تخرج تحس إنك سبت هناك جزء منك، مش لأنك شفت تماثيل، لأنك شفت الحقيقة، إن الحضارة لسه عايشة ولسه بتناديك. المتحف المصري الكبير مش بتزوره، هو اللي بيختارك.